طبعا اغلبنا سمع عن اللي حصل للاعب المغربي اشرف حكيمي، ولو ما تعرفش فانا هقول لك ايه اللي حصل. اللي حصل يا سيدي ان اللاعب المغربي اشرف حكيمي اللي بيلعب لنادي باريس سان جيرمان، واحد من اغنى الانديه في العالم، اتهم بقضيه اغتصاب مؤخرا. لكن القضيه دي ما حصلش فيها اي حاجه وما اتحكمش فيها لسه في اي حاجه. لكن مراته الاسبانيه من اصول تونسيه هبه ابوك لقت ان دي فرصه كويسه جدا، زي ما اللي قبليها عملوا، انها ترفع عليه قضيه طلاق علشان تاخد نص املاكه. ايوه بالظبط، نص املاكه، لان القانون بره بيقول في حاله الطلاق الزوجه بتحصل على نص اموال الراجل. رفعت هبه دعوه الطلاق، لكن اكتشفت اكتشاف غريب جدا، هو ان اشرف حكيمي لا يملك اي حاجه، وان كل فلوسه مكتوبه باسم الحاجه فاطمه امه، وهبه ابوك في العش ولا طار. لكن انا مش جاي اكلمك اصلا النهارده على القصه دي ولا الخبايا بتاعتها ولا هو عمل ايه ولا ما عملش ايه. انا جاي اكلمك عن اللي ما عملوش زي اشرف حكيمي قبل كده من المشاهير، وهقول لك على جوازات انتهت بكوارث للرجال. فقبل ما نبتدي الحلقه ما تنساش تدوس سبسكرايب، ويلا بينا عشان نقول. سنة 2005 المغني كاني ويست مع جيمي فوكس عملوا أغنية اسمها جولد ديجر. الجولد ديجر دي معناها اللي بتتجوز حد علشان خاطر فلوسه، وده مصطلح معروف جدا في أمريكا. كلام الأغنية بقى بيقول إيه؟ She take my money when I'm in need. Yeah, she's trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger way over town that digs on me. وده بالفعل اللي حصل مع واحدة من أشهر الجوازات في العالم، ما بين كاني ويست ذات نفسه وما بين أكبر طيبة قلب كيم كارديشيان. وبعد 7 سنين من الجواز كيم ادته الصابونة، وكانيه غير نص ثروته اللي معدية $1 بليون هيدفع $200,000 شهريا لكل طفل من أطفاله ال4 لحد ما يتموا 18 سنة. وزي ما قال حرفيا في الأغنية cause when she leave your ass she gonna leave with half. وفي عالم مغنيين الراب، البروديوسر والرابر دكتور دري سنة 2021 خلص حواره مع مراته نيكول يونغ بعد ما اتفقوا مع بعض على الطلاق، وهيدفع لها $100 مليون كنص ثروته، و$50 مليون من نصيبها في شراكة شركة سماعات بيتس باي دري اللي هو حرفيا عملها، لأنه هو أصلا دي جي وبروديوسر. ونيكول يونغ هتستلم على دفعتين يعني علشان خاطر العيش والملح اللي كان ما بينهم وكده. أصيلة والله يا نيكول. خلينا بقى نسيب شويه عالم الراب ده ونروح لهوليوود، مهد القصص اصلا. بس قبل ما نروح لهوليوود اوعدك بمفاجاه في النهايه هتخلي بقك يتفتح، خليك معايا. سيلفستر ستالون اللي بعد ما كان حرفيا على الحديده وبقى مليونير بعد فيلم روكي، وبعد 25 سنه من الجواز مراته الموديل جينيفر فلافن قررت تطلق منه سنة 2019 وتستحوذ على البيت اللي قيمته $35 مليون، واللي قدرت ثروة ستالون $400 مليون. That's how well it is done. Cowards do that and that and you're better than that. American champ, you know. وطبعا كلنا عارفين المحاكمة الشهيرة بتاعة جوني ديب وأمبر هيرد اللي كسب فيها جاك سبارو. I'm Captain Jack Sparrow. آسف، كابتن جاك سبارو. لكن طبعا قبل المحاكمة دي أمبر هيرد قلبته في $7 مليون بعد ما كان بتضربه على قفاه حرفيا ولا مؤاخذة. السنة الجاية سنة 2024 إن شاء الله توم كروز هيكون سدد دينه أخيراً بعد 12 سنة من دفع لتشايلد سبورت لمراته وبنته اللي كان بيدفع حوالي $400,000 في السنة لحد ما بنته تتم 18 سنة، والراجل خلال المدة دي كلها كع حوالي $5 مليون. المخرج والممثل ميل جيبسون اللي عمل آلام المسيح، طبعاً هو ما كانش يعرف إن هو ممكن يعمل فيلم عن آلامه هو، وبعد 31 سنة جواز وبعد ما جمع $850 مليون كثروة سنة 2011 بقدرة قادر بقى $425 مليون بعد ما ممرضة الأسنان مراته قررت إنها تتطلق منه وتقفش نص الفلوس اللي حرفيا لو خلعت أسنان الكوكب كلها ما كانتش هتعمل ربع الفلوس اللي عملتها من وراه. أرزاق يابا. مخرج الأفلام المعجزة ستيفن سبيلبرج اللي عمل أفلام مشهورة جدا زي سيفينج برايفت رايان وكاتش مي إف يو كان وجاز أو الفك المفترس كان ناصح، وقبل الجواز عمل حاجة اسمها بريناب. البريناب دي اللي هي اتفاقيه ما بين الطرفين بتقول كل واحد بيمتلك قد ايه علشان الحاجات ما تسحش على بعض بعد كده. لكن مراته ايمي ايرفينج جرجرته في المحاكم وقالت ان البريناب ما كانتش مظبوطه واضطر يدفع $1 مليون علشان يعرف يخلع. كده طبعا احنا عرفنا مين هو الفك المفترس الحقيقي. الكابل المفضل للعالم سنه 2018 براد بيت وانجيلينا جولي بعد ما كانوا اسعد زوجين في العالم وبيتبنوا العيال زي صباح الفل كده ولا كأن داخلين بالعيال دي ماتش كوره، انفصلوا عن بعض. وبراد بيت بعد ما انجيلينا قالت له انت ما بتدفعش مصاريف العيال هيضطر يدفع $1,400,000 كتكلفة للعيال اللي بيتبنوها دول، غير طبعا البيت والممتلكات اللي استحوذت عليها ماليفيسنت. كيفن كوستنر الممثل الأمريكي المشهور طبعا اللي عمل فيلم بادي جارد دفع لمراته بعد الطلاق $80 مليون كنص ثروته، ويا عيني دلوقتي هتلاقيه بيغني
عامة يعني حتى لو انت كنت عمدة كاليفورنيا واسطورة في كمال الاجسام وعضلات وهي واو ده مش هيكون شفيع ليك خالص انك لو قررت تلعب بديلك وتخلف من الشغالة وحاجة اخر افلام عربي انك مش هتدفع نص ثروتك، هتدفع واللي بالمناسبة ثروته كانت بتقدر بحوالي 320 مليون دولار. طلع ان عضلة القلب فعلا ملهاش تمرينة، لا مؤاخذة يا عم ارنولد. Hasta la vista, baby. حتى المصارع المشهور جدا هالك هوجن اللي كان تقريبا مشيب عالم المصارعه كله، اللي بعد علاقه غير شرعيه مع صاحبه بنته دفع 30 مليون دولار لمراته لما طلقته، وطبعا طلقته وفضحته وكسبت هي ماني ان ذا بانك. نروح نشوف المباراه ونرجع لبعض مره تانية. بعد بقى عالم هوليوود تعالوا بينا نطير او نتدحرج او نروح نشوف عالم الرياضه والرجاله اصحابنا اللي اتلعب بيهم الكوره. مايكل جوردن افضل لاعب في تاريخ الباسكت بول ومعزه الباسكت، اللي كانت ثروته بتقدر تقريبا في وقت انفصاله عن مراته الموديل خوانيتا فانوي سنه 2006 بحوالي 400 مليون دولار. فانيسا عملت كروس اوفر على جوردن وحطت من فوقيه دنك طلع من نافوخه، واضطر يدفع 168 مليون دولار بعد الطلاق اللي هز امريكا وهزه هو شخصيا. الراجل ده يا جدعان ده الناس كانت بتشوفه في الملعب بتترعب. نجم ميامي هيت دوين ويد دفع لمراته وحبيبته اللي كانوا متصاحبين من ايام ثانوي 10 مليون دولار بعد الطلاق، وخلي بالك دول كانوا متصاحبين من ايام ثانوي، فالست يعني عملت حساب للعيش والملح وخدت ال 10 مليون دولار بس. اسطورة الجولف تايجر وودز مع كل الحفر اللي دخل فيها الكور دخل في نافوخه كوره ب 100 مليون دولار لما طلق مراته الموديل نورد جرين. بقول لكم يا جدعان ما حدش يتجوز موديلز تاني بعد اذنكم، سيبوهم لنا. عامة يعني كل الارقام اللي انت سمعتها دي كانت ارقام حقيقية، لكن كل دول لا يقارنوا حرفيا بالمفاجأة اللي انا شايلها لك في النهاية. سنة 2019 حصل حاجة كده مع جيف بيتسوس مالك موقع امازون واغنى راجل في العالم في الوقت ده. مراته وقرة عينه حبيبة قلبه ضربته على عينه واتطلقت منه بعد 25 سنة جواز وقفشت منه 39 بليون دولار. ايوه يا معلم انت سمعت صح، 39 بليون دولار قيمة الأسهم اللي خدتها منه من موقع أمازون. واللي حصل ده نزله من أغنى راجل في العالم لتاني أغنى راجل في العالم، وكانت ثروته 170 بليون دولار بس. يا عيني صعب عليا والله، ستات مخلتش. عامة يعني الناس دي كلها ما كانتش ناصحة زي أشروف، فأنت خليك ناصح واعمل زيه، وهتبقى ناصح اكتر لو عملت سبسكرايب في القناه، ولو الحلقه عجبتك عملت لايك وكتبت لي تحت في الكومنتس انت حابب نتكلم على ايه المره اللي جايه. ما تنساش بقى تشوف الحلقات اللي فاتت وتفعل زر الجرس عشان تشوف الحلقات اللي جايه، ولحد ما نلتقي المره اللي جايه يعني خلي بالكم من المودلز، سيبوهم، ما حدش يرتبط بموديلز كده، ما تتجوزوش موديلز، تتجوزوا موديلز اللي انا عارف ان هم موزس بس يعني مش كده. ماما انا عايز اكتب لك اللاب باسمك، مش عايزه من وشي حاجه، هتندمي بكره، تندمي على الكلام ده. انا عايزك تبقى زي الحاجه فاطمه. I am him امي